السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. النهارده هنعمل فطارنا، هنعمل صينية فراخ وهنعمل كفتة داوود جنبها. صينية الفراخ الاول انا بجيب البصلة بعملها شرايح كده مع الفلفل، مع شوية ملح وفلفل اسمر، دي المرتة اللي ببقى اعملها اكتر الاوقات للبطة. بجيبها طبعا بحطها تحت الفراخ، وبجيب بقى التتبيلة بتاعة الفراخ. بجيب هنا كوباية زبادي، وبجيب عبوة زبادي يعني، وبجيب بهارات فراخ وبهارات مشكلة، وبجيب الملح بتاعها طبعا، وبجيب صويا صوص ودبس رمان وصلصة وعصرة نص ليمونة وخل وزيت. كل ديت الخلطة بتاعتي بتخلي الفراخ في حتة تانية خالص، بتخليها بجد طعمها حلو اوي. بحطها طبعا في قلب الفراخ ديت. لو عندي فراخ طبعا عايزة اعملها العزومة او اي حاجة، بعمل التتبيلة دي بس بكمية اكبر شوية، وبحطها في التتبيلة تبات بالليل، وتاني يوم الصبح اطبخها للعزومة. لكن بما اني مستعجلة بقى احط الفراخ فيها، واسيبها نص ساعة كده، وبعدين احطها في الفرن تستوي براحتها. وبعدين اشيل بقى ورق السلوفان من عليها، واحطها تحت الشواية تاخد لها ايه، تاخد لها طبعا الوش بتاعها تحمر يعني. ببقى احط لها شوية دبس رمان على شوية زيت، هجيب الوقتي وبدهن بقى وشها. التتبيلة ديت رهيبة رهيبة. انا كده خلاص التتبيلة شربت في الفراخ شربت من التتبيلة. حطها في الصينية كلها ان شاء الله. لو عايزة تسويها برضو على البوتاجاز مفيش مشكلة، تسويها على البوتاجاز وتتلوش تحت الشواية وخلاص على كده، مفيش حاجة، تبقى كويسة جدا يعني. ده صينية الفراخ اهيت، هجيب بقى ورق السلفان احط عليها. صينية الفراخ احنا في رمضان الواحد بياكل حاجات بسيطة ويقوم خلاص ما عادش جايله نفس الاكل. فاهم حاجة حتة البروتين. مثلا انا كان عندي هنا معمر، يعني انا هضيف معمر مش هطبخ رز ولا حاجة، لان انا عندي معمر من قبلها بيوم. عندنا المعمر مثلا عملت صينية المعمر بتاعي عندنا 3 ايام. الفراخ والبروتين، طبق السلطة، الحاجات ديت هي الاساسي على وجبة الفطار. يعني حاجة بروتين جنب الاكل، لان بقية الاكل ما بيتاكلش يعني، او بناخد حاجات بسيطة منه ويفضل زي ما هو. جبت هنا قلت بقى هعمل كفتة داوود باشا، قلت اعملها سريع سريع كده. كفتة الداوود انا ما بحطش فيها الا بصل بس، بتكون مصفية. بجيب البصلة بعملها في الكبة، وبصفي المية بتاعتها وبحطها، وبحط خلطة كفتة بس على كده، ما بضيفش اي حاجة تانية. عندك شوية كزبرة خضرة مفيش مشكلة، ما عندكش خلاص يبقى البصل من غير المية بتاعته، من غير العصارة بتاعته، بصل مفروم وخلطة الكفتة. بعملها بقى كور وبحطها في التلاجة لمدة نص ساعة، وبعدين بديلها بقى تشويحة على البوتاجاز كده، اشوحها فيها، بحطها في الصلصة. سهلة خالص وبتبقى طعمها حلو اوي. الكفتة دي بتبقى طعمها جميل يعني، حلوة اوي على الفطار. فقلت بقى حاجة جنب الفراخ كده، عشان الولاد برضو بيحبوها وكده. اسهل طريقة الكفتة دي. خلاص انا بفرم مثلا اللحمة لاي حاجة، فاقوم فرمة حتة على شوية بصل من غير ال- المية بتاعتهم، شوية بهارات كفتة، خلطة كفتة، وفضل الدور على كده. الصلصة بتاعتها بقى بتبقى حلوة اوي. في نفس الزيت اللي قليت فيه الكفتة، في نفس الطاسة بجيب هنا كام فص توم كده، آه، نعم بالسكينة، بقطعهم بالسكينة، وبقوم رايحة في نفس البتاع بشوحهم خالص، واقوم رايحة بقى ضافية بقى هنا معايا صلصة، معلقتين صلصة كمان حمرا. المهم بضيف الصلصة واضيف البهارات بتاعتي عادي خالص، وبضيف شوية مية، واسيبهم اول ما يدوا غلوة كده اقوم رايحة حاطة فيهم بقى الكفتة. طبعا عايزة تعملي الكفتة الوحيدة مفيش مشكلة، عايزة تعملي مثلا ببطاطس، انا عملتها هنا بطاطس مكعبات كده، حطيتها وحطيت فيها الكفتة، طبق بطاطس بالكفتة كده رهيب. واول بقى ما البطاطس بس بتستوي، البطاطس بتستوي طبعا بسرعه، ما تاخدش وقت في السوى. اول ما البطاطس بتستوي بقوم راح مطفيه عليها. او طبق مختلف شويه عن كل يوم. الواحد بيسأل كل يوم هنفطر ايه، هنعمل ايه، الواحد بيحتار. هي فكره من ضمن الافكار يعني. رمضان خيره كتير وبجد اكله بيبقى حلو قوي وبسيط يعني. بس ازاي احنا بناكلش كتير، بيفضل عندنا بالكام يوم. بس ربنا يديها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. جبت هنا بقى الفراخ كانت استوت، قمت رايحه جايبه شويه زيت عليهم، شويه دبس رمان وشويه زيت، بديلها بس كده على الوش كده، واقوم رايحه مدخلهم تحت الشوايه بيدوا لون حلو قوي. دي اي فراخ بعملها، سواء مسلوقه بقى في شوربه، سواء بقوم مطلعها محمرهاش في زيت ابدا،
واقوم رايحه احط لها التشويح. ادي الكفته بعد ما استوت بالبطاطس خلاص. وادي الفراخ اهي طلعتها اديت وش حلو قوي. دي اي وش اي فراخ عندي، والصوص اللي تحتها يتاكل اكل كده. اي فراخ عندي بقى في شوربه في اي حاجه بقوم رايحه مطلعها محمراش في زيت خالص، احط لها وش بدبس الرمان وشويه صويا صوص وشويه زيت واقوم حاطه تحت الشوايه وعلى كده. ادا هنا اهوت الفطار بتاعنا حطيته. حطيت كفته داوود بالبطاطس كان طعمه حلو قوي. وده الفراخ بتاعتنا. وكمان سخنت كان فايض عندي كمان معمر. طبعا في رمضان بيفوت عندنا اكل من قبل كده. ادي المعمر كان فايض عندي من قبل اليوم اللي قبله، سخنته حطيته على نار هاديه خالص في الفرن، طلع كأني لسه عامله النهارده. وده الشيبسي وده الترشي والشوربه. طبعا الشوربه دي شوربه اللحمه كان قبلها بيوم برضه. وده العصير عملت عصير تمر هندي النهارده والحمد لله على نعمه طعام. يا رب يحفظنا ويحفظ اولادنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين.